الفل عليكم. رجعت لكم تاني بتول جديدة تقدر تجيب بيها بي تو بي كواليفايد ليد لو انت بتشتغل بي تو بي سيلز او بزنس ديفلوبر. طيب، ببساطة التول دي اسمها كونتاكت اوت. مش كتير يعرفوها. كونتاكت اوت هي تول لسه جديدة. ببساطة التول ديت انا برشحها لاي حد لان هي رخيصة جدا، بتديك 5 كريدت فور فري كل يوم. تمام. والميل ب1 كريدت عكس لوشا، وكمان الفون كول ب1 كريدت برضو عكس لوشا والادوات التانية. طيب، خليني اديكوا كده انترو عن كونتاكت اوت. كونتاكت اوت هي تول امريكيه. التول ديت ببساطه هي اداه تقدر تجيب بيها زي ما قلت لكم الميل ورقم التليفون. عليها اكتر من 300 مليون بروفيشنالز. تمام. الاداه دي مش كل الكونتاكس بتاعتها موجوده. هتلاقي اما ايميل او رقم تليفون، ومن حسن حظك لو لقيت الاتنين مع بعض في نفس الليد. ولكن هي تول انا برشحها لكل الناس، لان مش بس هي بتقدم فري ترايل جامد جدا كل يوم 5 كريدتس، والميل والفون ب1 كريدت بس. ده كمان حتى بتديك unlimited في اعلى باقة ليها او الباقة المتوسطة بتديك unlimited extract leads من سواء فون كول او فون ارقام تليفون او ايميلات. طيب، خلينا كده نشوف الماي اكاونت. من ماي اكاونت بنبدأ نروح للسيرش. عندنا هي تول مش معقدة. عندنا هنا البيبول والكومبانيز. البيبول زي ما احنا قلنا في كل الادوات. هنا النيم، لو انت عندك شخص معين انت عايز تجيبه فبتكتب اسمه هنا. التايتل بتاعته هنا تقدر تانكلود تايتلز وتكسكلود تايتلز معينة. تقدر تحط السينيوريتيز ليفل اللي انت محتاجها، السكيلز اللي انت محتاجها فيه، هو بقاله في التايتل ديت الاكسبيرينس بتاعته قد ايه، التوتال اكسبيرينس دي قد ايه ليه. واللوكيشن تقدر تحط اللوكيشنز اللي انت عايزها وتكسكلود اللوكيشنز اللي انت مش عايزها. عندك هنا الكومبانيز، عندك الكومباني سايز، تقدر طبعا تكسكلود اي كومباني انت عايزها. الريفينيو بتاعها من والى، نفس كل التولز الطبيعية. الاندستري تقدر تحدد الاندستري، وهنا عايز تاكسكلود اي ليد انت مش عايزها فتقدر تاكسكلود مثلا من اي ليست انت. انا مثلا والله انا عايز اجيب اوزبكستان بيبول في تايتل طلاب مثلا، ولكن مش عايزهم نفس الطلاب اللي انا كنت جايبهم في الليستة دي. فبالتالي هيقدر ان هو بكل بساطة ان هو يقول لك خلاص انا هجيب لك ليد غير الليد اللي انت جبتها قبل كده. هنا الجندر، وهنا الميل او فيميل او unknown. عندنا الديبارتمنت تقدر ان انت تحددها، الديبارتمنت اللي داخل الشركة عندك عايز تستخدم اي كيوردز او سكول او ديجري معينة للشخص اللي انت محتاجه. عندنا هنا الكومبانيز. الكومبانيز برضو مش بتختلف كتير. اسم الشركة، هتلاقي اللوكيشن بتاعها، هتلاقي الاندستري، هتلاقي الكومباني سايز، هتلاقي الريفينيو، هتلاقي الير فاوندد. والير فاوندد هنا المقصود بيها وهو الشركة دي اتأسست من امتى لامتى اللي انت عايزها، يعني اتأسست من امتى لامتى. عندنا هنا كمان الدومين. عندنا الدومين لو الشركة ديت ليها ويب سايت فبتحطه هنا علشان تسهل عليك السيرش، او لو عايز كيوردز معينة انا عايزهم مثلا يكونوا في التكنولوجيز بتاعتهم يكونوا بيستخدموا مثلا AWS، بيستخدموا كلاود معين، او بيستخدموا اداة معينة مايكروسوفت 365 مثلا، او ايا كان whatever انت بتكتب الكيورد اللي انت عايزهم تفوكس عليها وتعمل نارو عليها. طيب، خلينا نخش على اي ليد. عندنا هنا أليكس بانك. أليكس بانك بيجيب لك الويب سايت بتاعه، بيجيب لك الدولة هنا اختصار الدولة، بيجيب لك نبذة عنه، بيديك هنا سيرز ديسيشن ميكرز. هتلاقي هنا الاندستري، هتلاقي هنا عدد الموظفين، هتلاقي هنا الانيوال ريفينيو بتاعهم. طيب، عايز تجيب عدد الموظفين سوري، عايز تجيب الديسيشن ميكرز فبتدوس سيرش ديسيشن ميكرز.
بيجي لك هنا بيدخلك طبعا على البيبل، وهنا دي كل الديسيشن ميكرز. تقدر طبعا تكتب اي تايتل وبتجيلك. هتلاقي هنا البيج الواحدة فيها 25 بروفايل، انت عندك 60 بروفايل توتال اللي موجودين على كونتاكت اوت في بنك اسكندرية. اوكي، طيب دي الليستس، دي الكامبينز زي ما هو موجود في فلوشة مثلا كانجيج. احنا هنا عندنا في كونتاكت اوت جزء الاي اي اوتوميشن عن طريق الايميلات اللي انت بتبعتها. بتلاقي هنا ال الاشخاص اللي انت بتبعت، او كل الايميلات اللي انت اللي انت عايز تبعت لها scheduled opened replied field اللي ما اتبعتتش اصلا. بيجي لك هنا الايميل الستيتس الستيب، وكمان بيجي لك السبجكت. بيجي لك هنا هو شاف الميل ولا لا، بيجي لك وصل ولا لا، بيجي لك داس كليك ولا لا، وهكذا. بيجي لك هنا يعني الانسايتس ديت بتكون اكثر دقة من لوشة شوية. تقدر تعمل بوز، تقدر تعمل ريزمي للكامبين نفسها، تقدر تعمل لها اركايف وهكذا. تمام، تقدر لو الكامبينز بتاعتك كتير تقدر تسيرش، او تقدر كمان تعمل فلتر هي اكتف ولا اركايف ولا بونسد ولا كليكد ولا كومبليتد ولا ايرور ولا اوبند. اوكي، بكل الكامبينز او كل الايميلات سوري اللي هي اتفتحت وهكذا. عندنا هنا مور تمبلت تقدر ان انت تستخدمها. تقدر تكرييت تمبلت، تحط هنا تمبلت نيم ايميل سبجكت. تقدر تغير الفونتات، حجم الفونت، البولد وهكذا. عندك حاجات كتير جدا تولز تقدر تستخدمها. اوكي، بتكتب الميل، تقدر تضيف AI ايميل ريتن. بتحط هنا البرومبت، انا محتاج introductory ايميل او فولو اب ميل او اوفر ليتر او كولد اوتريتش ايميل. يعني مثلا لو دوسنا هنا فانت بتديله برومبت، بتقول له فيه انا عايز write me a cold outreach email, introduce myself and or my company, explain why we are reaching out, and then describe how we can help reader with their problem, invite them to get in touch if they are interested in learning more. اوكي، ان هم يعرفوا اكتر. طيب عندنا ورم ليد، فبتبدا تقول له فيرست اند ادريس وهكذا، بتبدا تكمل. عندنا كمان فولو اب، فانت بتديله البرومبت وبيبدا هو يكمل. نديله برومبت لفولو اب ميل افتر نو انسر، لو هو العميل بعت له ميل وما ردش. بيجي لك هنا البرومبت، بتعدل فيه هنا الشخص اللي هيوصل له الميل، بتعدل فيه هنا مثلا الجزء بتاع البرودكت، وهنا كمان البرودكت. عندك هنا كمان اسمك، التايتل، الكومباني، والكونتاكت انفورميشن بتاعتك. تقدر تedit البرومبت اللي انت كنت، او اللي هو اتكتب باي ديفولت، او تقدر تكوبي التمبلت، وتقدر ان انت بعد ما تكوبي التمبلت تحطها هنا، او هي اتحطت تلقائي عادي جدا. تقدر تحط هنا insert image. تقدر تحط هنا كمان لو انت عايز تحط first name، او تحط ايميل، او تحط مثلا company، او تقدر تضيف فيلد تاني خالص. اوكي، بتكتب هنا الفول باك تكست. اوكي، بعد كده بتدوس insert، بيبدأ يجي لك في المكان اللي انت حاطط فيه. يعني لو عملت دي كده وجيت هنا كده انا عايز الفيرست نيم، واروح عامل انسيرت، فجالي هنا الفيرست نيم، وهيتكتب تلقائي لكل عميل بيتبعت له حسب الليدز بتاعتك. اوكي، تقدر تحط الميل ده في فولدر معين لو انت عامل فولدر. تقدر تدوس سيف تمبلت، بس هيجي لك هنا ان انت محتاج تكتب الاسم، فهنكتب مثلا تيست وهندوس سيف تمبلت. تقدر طبعا تضيف از لينك باسم معين، يعني مثلا كلمة برودكت ديت اقدر ان انا اعملها كده واروح دايس لينك فيدخله على برودكت معين، او يدخله على الواتساب عندي بيزنس وانا عامل كاتيجوري معين او كتالوج معين. الكتالوج ده بيجيله هنا التايتل اهو كبرودكت، واحط هنا اللينك بتاع البرودكت في على بتاع الواتساب، فيخش معاه على الواتساب دايركت. واحط هنا اللينك وادوس سيف، بيجي هنا از لينك، بيدوس على كلمة برودكت بيدخله على طول على الواتساب.
عندنا هنا كمان لو عندك اي فايل، اي دوكيمنت، تقدر ان انت تضيفها هنا بسهولة. بعد كده بتدوس سيف تمبلت، بتتسيف عندك، وكده انت تقدر تبعت ايميل كامبين او كولد ايميل كامبين او ايا كان بقى السبجكت اللي انت عايزه، تقدر تبعت بكل سهولة لاي عميل انت عايزه. اوكي، ده كده ببساطة. عندنا كمان ايميل فيريفاير، يعني ده يعني ده ببساطة بيساعدك ان انت تعرف الايميل ده فيريفايد ولا لا. لو دخلنا عليه بيبدأ يقول لي انت بتكتب الميل زي مثلا ceo@enigmasales.com وتدوس فيريفاي، تتأكد هو الايميل ده فعلا فيريفايد ولا اي كلام. فهنا هيبدأ يظهر لك ان هو الايميل ده فيريفايد. انا بس النت ممكن يكون معلق شوية، خلينا نجرب مثلا ناخد me@naderelعوضي.com، نروح عاملين كده يو هات، اوكي، سيرش بورتل، اوكي، فبياخدك هنا بقى بيقول لك طبعا هو فيريفايد ولا لا وهكذا. عندنا هنا فايرال بوست جنريتور، وهنا انت بتكون قايل له انا عايز بوست بيتكلم عن كذا، وبيبدأ هو يقول لك الحاجات التوبكس اللي هي فايرال في الاندستري بتاعتك. يعني ممكن نقول مثلا سيلز، فيبدأ هنا يقول لك don't believe everything you hear, if you do you will miss a golden opportunity, instead make small bets, evaluate for yourself examples كذا كذا كذا، وبيبدأ يتكلم معاك. طيب، آه، وهكذا بيبدأ يقول لك الفايرال الكونتنت في الجزء بتاعك، وبيجيب لك كمان عدد اللايكس وهكذا. تقدر تري رايت with AI، ده للناس اللي هي بتاعه البي تو بي كونتنت. بيبدأ هنا يقول لك الفايرال بوستس على لينكد ان، فايرال لينكد ان بوستس. فبالتالي لو انت عايز تفايرال على لينكد ان، فدي تول هتساعدك جدا 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 جدا. تمام، ده كده اوفر اول عن كونتاكت اوت. كونتاكت اوت بيتربط بشكل مباشر بجوجل اكستنشن، بلينكد ان بلس، كمان تقدر تجيبه من على اي ويب سايت زي لوشا وابولو بالظبط. اشوفكم على خير بتول تانية هنشرحها عن البي تو بي ليد جنريشن. مع السلامة.